ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج جريمة أكل مع أروى عصام وأكرم المصري على راديو البوابة. مساء الخير على كل مستمعي راديو البوابة، معاكم أكرم المصري وأروى عصام وحلقة جديدة من برنامج جريمة أكل. وأكيد ما ننساش نمسي على مهندس الصوت الجامد محمد الكاشف اللي مظبطنا كل حلقات جريمة أكل، ويعني بيجوع معانا وكل حاجة. منورنا ومكترنا والله. مكترنا ومجوعنا. عجباني قوي البرنيطة اللي هو لابسها جميلة ومجوعنا يعني كل حاجة. طيب احنا يعني من الحاجات اللي بتفرحنا اكيد اللي لسه منورانا للحلقة يعني متتالية الشيف آلاء الجبالي، ولسه هنكمل معاها بقى أكلات رمضان والحاجات الغير تقليدية في الأكل والابتكارات والاختراعات الجديدة بتاعت المصريين. لسه خلينا نتفق على حاجة، هتقعدي إن شاء الله معانا لغاية الفطار، وأكرم النهاردة هو اللي هيعزمنا على الفطار إن شاء الله. ماشي لو كده ماشي. مش عارفة بقى أنت ممكن تفطرنا إيه النهاردة يا أكرم؟ من إيدي بقى، من إيدك على الطريقة الأكرمية. بلاش. لا أنا بعمل أكلات حلوة بس محدودة يعني. بس طب هنحلي بإيه؟ هتجيب لنا حاجات حلوة؟ لا دي أنا ما بعرفش أعمل حلو خالص. هو اكيد طبعا الشيف آلاء هتتكلم معانا في حلقات جايه عن الحلويات. الحاجات انا بحبها اللي هي التشيز كيك دي، ممكن اعرف طريقتها من الشيف آلاء. تشيز كيك بالكراميل والحاجات، اصلا بحب الكراميل قوي. في حد بياكل تشيز كيك في رمضان؟ ايه ده؟ ايوه نحلي بيه. ده تقيل قوي بعد الفطار. تقيل قوي. ما انا بقول لك ده ناوي يتخن زياده في رمضان. لا اصل انا برضو من الحاجات يا شيف آلاء ان انا باكل على الفترات، وده صحي. ان انا ما باكلش مره واحده في الفطار. الناس بتحط كميات اكل رهيبه صح. فده غلط جدا ان واحد بياكل يحس ان هو اتصدم قاعد كده ولا يقوم يصلي ولا يتحرك ولا اي حاجه. فانا بفطر كميه صغيره جدا، بستنى ساعة أو ساعتين صح. أكل تاني ساعتين كمان أكل كمية. فأنا بالنسبة لي لو أكلت تشيز كيك عادي جدا. عادي طبعا وبعد كده هينزل كمان. طب خلاص هو احنا نخليه هو ياكل تشيز كيك واحنا نكتفي انا حاجة تانية. أي حاجة ساقعة ممكن نجيب لنا لوليطة مثلا. عصير مانجا بعمله حلو جدا. ماشي أنا بعمل عصير مانجا حلو قوي. ربنا يستر برضه. وجوافة باللبن. أنا بخاف صراحة من الحاجات على الطريقة الأكرمية دي عشان أكرم بيعمل أكل غريب أصلا. لا والله بعمل أكل حلو، ببعت لك الصور وانتي بتشوفي الاكل شكله. هنجرب احنا يعني. هو انت اللي بتاكلها لوحدك فانت بتحس اكيد انها طعمها حلو. حاجه بيبقى اصل انت لما زي ما الشيف آلاء انت مش هتشوف حاجتك وحشه. لا والله لو اكل انا مره عملت كيكه كان يعني كانت طالعه وحشه جدا. لا هي مش طعمها وحش يعني، هي مش كيكه، هي طلعت بسبوسه في الاخر يعني. يعني الكيكه المفروض تبقى عاليه. لا هي ما طلعتش كده. ليه بقى؟ عشان انا كنت بفتح عليها كل شويه. حرام عليك يا شيخ. انا لما سالت بقى بقول ايه ده، فبسال والدتي فبقول لها هي ليه ما طلعتش فين. انا عملت المقادير بالظبط. قالت لي انت عملت ايه؟ قلت لها كنت بفتح ببص عليها. قالت لي انت بتفتح عليها كل شويه. بتفتح عليها كل شويه. قلت لها كل ربع ساعه. كيك نفتح عليه قبل نص ساعه. فهو ده الغلطه الوحيده، بس كلتها. الغلطه الوحيده ده يا جماعه اتصلت تعمين المره الثانيه. طيب طبعا برضو احنا عايزين نكمل كلامنا عن الاسعار الفظيعه اللي احنا برضو لسه بنعاني منها في رمضان. ففي اكلات ممكن توفر على ست البيت، بتوفر عليها وقت وبتوفر عليها مجهود وبتوفر عليها كمان فلوس، وفي نفس الوقت الاطفال بيحبوها. خلينا نبتدي باللانشون البيتي، لان اللانشون ممكن يدخل في حشوات اكلات تانية نتكلم عليها بعد كده. وفي نفس الوقت في كمان الفتره اللي فاتت ناس كتير بتتكلم عن اضرار اللانشون اللي موجود في السوق، وانه ممكن يكون مش نظيف، الكواليتي بتاعته مش حلوه. فازاي نعمل في البيت لانشون يكون حلو وصحي وطعمه جميل زي اللانشون اللي احنا بنشتريه من بره؟ تمام. هو زي ما انت قلت اللانشون يعني انا مش واثق خالص في اللانشون بتاع بره، ومش بقتنع خالص ان هو اصلا سواء لانشون لحمه او لانشون فراخ ان هو فيه لحمه او فراخ. دي مش بقتنع بيها خالص. هو طريقته في البيت سهل قوي قوي، وممكن كمان انت تعملي اصلا كميه وتشيليها. يعني انت ممكن تحفظيها. انت بتجيبي مثلا لو يعني انا هتكلم دلوقتي على لانشون الفراخ. هتجيبي صدور الفراخ حوالي مثلا من 4 ل 5 شرائح من الصدور الفراخ متقطعه، مش كبيره يعني، اقل من نص كيلو بكتير. يعني انا بتكلم في 4 ل 5 شرايح رفيعين، مش تخان. خلاص بيتفرموا كويس قوي في الكبه. بعد ما تفرميهم هتحطيهم، هتجيبي الخلاط بتاعك، هتحطي الفراخ اللي انت فرمتيها عليها 3 بيضات، 3 معالق كبار من الدقيق، 3 مثلثات جبنه.
ممكن تستخدمي الجبنه الكريمي او الجبنه المربعات براحتك، بس انا بقول الجبنه المثلثات عشان هي اقل تكلفه. وتحطي نص معلقه صغيره من الحبهان البودر، ونص معلقه من البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل والبهارات وسنه قرفه. كل ده نص معلقه بعد كل ده نص معلقه سنه قرفه، وعليهم مكعب مرقه دجاج فراخ. خلاص تضربي بقى الخليط ده كله في الخلاط كويس جدا جدا جدا. بعد ما تضربيه يعني لو لقيتي بقى الخليط تقيل يعني زياده عن اللزوم، الخلاط مش قادر يضربه، ممكن تحطي معلقه ميه، لكن ده يعني نادرا ما بيحصل. يعني بعد ما تضربيهم كويس قوي هتجيبي الاسترتش بتاعك اللي هو الاسترتش بتاع التلاجة، تحطي الخليط ده فيه وتقفليه من الناحيتين كويس قوي، تعمليه رول. طبعا بتلفيه رول وتقفليه من الناحيتين، وهتجيبي الفويل بتاعك وتحطي برضو اللانشون رول اللانشون فيه وتقفليه من الناحيتين. هتسويه على البوتاجاز او في الفرن. ممكن تسويه على البوتاجاز ان انت هتجيبي حله فيها ميه سخنه بتغلي، تحطي اللانشون فيها وتسيبيها ساعه ونص، من ساعه وربع لساعه ونص، بس خلينا في ساعه ونص اضمن، عشان هو طبعا مجرد ما يتفتح خلاص يعني مش هترجعيه تاني. بعد الساعه ونص هيبقى هو استوى، هتطلعيه تسيبيه، ما تفتحيش عليه خالص، لان هو بيبقى لين، يعني بيبقى عامل زي الجيلي خالص، بيبقى جيلاتيني. فتسيبيه يبرد خالص خالص، وبلفته زي ما هي تحطيه في التلاجة. يحبذ ان انت تسيبيه ليله، يعني يا ريت، يعني بحيث ان هو يبقى ماسك نفسه قوي. بعد ما تسيبيه مثلا ليله، او لو مستعجله مثلا 4 ل 5 ساعات بس يعني يسقع ويمسك نفسه، تطلعيه تقطعيه بيبقى ناعم قوي وبيبقى زي بتاع بره بالظبط. ممكن بقى مثلا تعملي كميه، تعملي مثلا 2 وتشيلي، تستخدمي واحده مثلا احنا هنستخدمها نحطها في التلاجة، التانية نحفظها بلفتها زي ما هي في الفريزر عادي جدا، تطلعي بحيث اول ما تخلص اللي في التلاجة تنزلي في الفريزر وتستخدميها عادي، تفكيها وتستخدميها. بس هو اللانشون ده ما بيقعدش كتير في التلاجة. اقصى وقت ليه يعني 7 ايام، لان هو برضو فيه اللحمه وفيه بيض وفيه جبنه، فكل الكلام ده يعني الحاجات دي ما فيهاش مواد حافظه، فنراعي واحنا بنعمل حاجاتنا ان احنا نعمل على القد. ولو هنعمل كميه نشيلها في الفريزر بالظبط. هتزيد شويه مننا نشيلها في الفريزر. لو خلاص مش حابين عايزين نعمل، في ناس بتحب تعمل الحاجه يعني طازه احسن، انا بحب اعمل حاجه طازه احسن، مفيش مشكله نعمل على القد علشان ما يترميش، لان ما فيهاش حاجه خالص. طب هل انا لما بحطه في الاسترتش البلاستيك وبعد كده بحطه في ميه سخنه، ده كده مش ممكن يبقى مش صحي ان انا اعمل ده؟ بصي في طريقه تانية، يعني في طريقه تانية بس هي بتبقى مكلفه شويه، ان انت تعملي مثلا كيس حراري او حاجه ما يبقاش ممكن كيس حراري، بس هو يعني الكيس الحراري مقاساته بتبقى كبيره شويه. انت بقى لو تعمليه في كيس حراري هتزودي الكميه شويه علشان يجي في ما يكونش صغير في الكيس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الكيس الحراري بيبقى احتماليه كبيره قوي ان هو يفرقع، لان هو مش ستريتش. هو لو في شويه هواء جوه وحطيتيه في النار هيروح مفرقع واللانشون طلع بره. يعني انا كل الحاجات اللي بقولها دي انا جربتها، عشان برضو يعني قبل ما يعني بحب ان انا اجرب اي حاجه قبل ما اقولها. انا جربت الكيس الحراري فرقع مني. قلت لا هو اكيد علشان كان في كان شويه هواء، مش كانوا في الكيس من جوه مع اللانشون، فلازم تبقي حريصه قوي وانت بتستخدمي الكيس الحراري. طب ايه البديل للاسترتش لو انا قلقانه من لو انت مش عايزه بقى تستخدمي؟ ممكن ان انت تحطي الخليط ده بيبقى سايل شويه، فانت ممكن تستخدمي ورق زبده بس الخليط ده هتزودي فيه الفراخ، يعني تزودي فيه الفراخ المفرومه. هتستخدمي حوالي نص كيلو صدور بانيه، نص كيلو صدور فراخ تفرميهم على الخليط ده، بحيث ان هو يخلي العجين تقيل، ما تكونش سايل، ما يبقاش زي عجين الكيك كده، لا بيبقى تقيل. هتحطيه في ورق الزبده وتلفيه رول، تمام، وتحطيه في حمام مائي في الفرن. طبعا ورق الزبده ما ينفعش يتحط في الميه، هتسويه في الفرن برضو من ساعه وربع لساعه ونص. ده للي مش حابب الاسترتش، بس بقى بتزودي طبعا كميه الفراخ فبيبقى اكتر تكلفه شويه. طب احنا كده اتكلمنا عن اللانشون الفراخ، لانشون اللحمه بقى. بصي بقى لانشون اللحمه هو فرق حاجتين. الفراخ طبعا مش هتستخدمي فراخ، هتستخدمي لحمه مفرومه. ربع كيلو لحمه مفرومه هيعمل لك كميه خطيره يعني. وبدل مكعب مرقه الفراخ هتستخدمي مكعب مرقه لحمه، وتزودي مقدار الحبهان البودر. خلاص هتبقى انا قايله في الفراخ نص معلقه صغيره، ده هيبقى معلقه الا ربع، وتزودي برضو نص معلقه من الكاري.
ده فرقه عن الفراخ، لكن هو بالظبط. طب مرقه الفراخ ومرقه اللحمه، هل في اي خطوره منها من ان انا استخدم انت مرقه الفراخ المكعبات الدجاج دي موجوده في الشارع او موجوده في السوق؟ دي بتتعمل في البيت سهله، ما فيهاش اي حاجه خالص. انت بتجيبي حله على النار، تحطي فيها معلقتين من الزبده ومعلقتين من الدقيق، زي في شبه من البشاميل شويه، لغايه دلوقتي نفس طريقه البشاميل، معلقتين زبده معلقتين دقيق، تقلبيهم مع بعض لغايه ما يسيحوا، تنزلي عليهم ببهارات. يعني كل المقادير كل المكونات اللي هقولها دي هتستخدمي نص معلقه، يعني نص معلقه من البهارات، نص معلقه من الفلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، قرفه، ورق لورا مطحون، حبهان باودر، كاري خلاص، وكركم عشان اللون يديك اللون الاصفر زي اللي احنا بنشتريها. تقلبيهم مع بعض كويس، وتنزلي لو هتعملي مرقه لحمه مكعبات دجاج لحمه، هتنزلي بكوبايتين من شوربه اللحمه. لو هتعمليها فراخ هتنزلي بكوبايتين شوربه فراخ، وتقلبيهم. هتلاقي الخليط تقل معاكي زي البشاميل شويه. هتجيبي بقى في كذا طريقه ان انت تحفظيها، يا اما تجيبي مثلا عارفه القوالب بتاع التلج بتاع الفريزر، أيوة. هتحطي الخليط ده فيها وتحطيها في الفريزر، تطلعيها تخبطيها خبطه كده، هتلاقيها نزلت على طول. يا اما في القوالب السيليكون مثلا بتبقى على شكل اشكال، برضو ممكن تحطيها فيها. مش عندك لا ده ولا ده، طبق عادي جدا تحطي الخليط فيها وتحطيها في الفريزر، ويطلع تقطعيه مربعات او ايا كان بقى انت عايزه ايه، وبيطلع طب هي لما بتطلع من الفريزر ما بتبقاش فكت مثلا مني؟ ممكن ترجع تاني من الفريزر اصلا بيبقى مكعب صغير، انت هتحطيه على الاكل على طول وهو جامد، ويفضل على طول احطها حافظاها في الفريزر. ما عشان انا بقول لك هو الحاجات دي يستحسن في الفريزر، ما ينفعش مواد حافظه. في حاجه تاني عن اللانشون يا اروى؟ لا خلاص كده تمام. انا حسيت ان اروى معتبر دي حاجه شخصيه بقى، هتعملها في البيت. انا عارف لما اروى تهتم الاهتمام ده خلاص ان شاء الله ويطلع اندمجت قوي ان شاء الله. انا حسيت وانا سبتها براحتها. طيب الفراخ البانيه ناس كتير قوي بتشتريها من السوبر ماركت، ويبقى فيها انواع كتير واسعارها برضو غاليه. فازاي نعمل الحاجات اللي بنشتريها من بره دي، اللي هي الجاهزه، اللي هو يا دوبك نحطها بس نقليها وخلاص؟ فازاي نعمل بانيه جاهز نحطه في الفريزر ويكون معانا وقت طويل؟ تمام. وايه برضو الطرق المختلفه؟ ده الجزء التاني من السؤال. تمام. نجاوب على انهي؟ نجاوب على الاثنين واحد. طيب بص، الصدور البانيه طبعا انت بتجيبها بتتقطع طبعا، سواء انت ممكن تشتريها على بعض او بتشتريها متقطعه. اللي مش بيعرف يقطعها في البيت يشتريها احسن، علشان ما يبقاش فيه اهدار في البواقي، لان هي بتبقى عايزه طريقه معينه في القطع، يبقى سكينه طبعا حاميه جدا، ايدك تبقى ثابته علشان القطعه تطلع متساويه. تمام. انا كنت بجرب امبارح صراحه ان انا اقطع، فرحت واخده صباعي معايا. مش عارفه هنعمل ايه في موضوع الحوادث ده. طبعا انت طبعا بتستخدمي فيها كذا وصفه، يعني الصدور البانيه ده ليه يعني وصفات كتيره جدا جدا. انت طبعا البانيه العادي، يعني زي ما انت قلت، انت البانيه العادي جدا انت بتتبله عادي. ممكن ان انت يتبل وتحطه في البيض والبقسماط وتحفظه في الفريزر، بحيث ان انت تطلعه يتقلي على طول. مش لازم بقى تطلعه وتحطه وتستنى وبتاع، لا، انت بنتبله ونحطه في البيض والبقسماط ونشيله في الفريزر عادي جدا. ممكن ان احنا نستخدم مثلا نعمله بطريقه جديده التشيكن رول. بتفرد القطعه وبتتبله طبعا برضو بملح وفلفل وبهارات. ممكن تحشيه بقى حشوات مختلفه. ممكن حشوه تبقى حلوه قوي قوي، بقدونس مع جبنه رومي مع زيتون اخضر. بتحطه في الشريحه نفسها وتلف رول، وما تحطش بقى الخله ولا اي حاجه. انت ما تلف رول تنزله في الدقيق، وبعد كده البيض والبقسماط. لكن ما بيفكش مني خالص. البيض بيمسكه، سوري، الدقيق بيمسكه، ولا اي حاجه خالص، ولا بيتفك ولا بيحصل له اي حاجه خالص. بس اما بتنزليه في الدقيق والبيض والبقسماط لازم تسيبيه في الثلاجه شويه يرتاح، بس علشان الطبقه تمسك فيه شويه. زي تنزليه كمان على الحته اللي هي تتفتح، يعني تنزل عليه الاول. متهيألي بصي، مش انت ما تحطيه في الدقيق والبيض والبقسماط، انت مش هتبقي شايفه انهي هو بيمسك في بعضه. يعني هو الثلاث حاجات دول بيعملوا كفر للرول نفسه، بس لازم تشيليها في الثلاجه شويه، والجبنه ما تخرجش منه خالص ولا اي حاجه. ما فيش اي يعني حاجه. زي البانيه برضو لازم، يعني البانيه الناس تشتكي ليه الطبقه بتفصل او بتتقطع، عشان احنا بنبقى مستعجلين عليه. بنحطه في البيض والبقسماط ونروح قالينه.
واحنا بنحطه في البيض والبقسماط لازم نضغط بايدينا عليه، نضغط جامد، يعني ما نحطوش بقى بايدينا كده، لا لازم نضغط بكف الايد على الناحيتين عشان. طب هو المفروض الاول البيض ولا البقسماط؟ يعني في ناس بيقولوا ايه الاول بقسماط، يعني تحط البانيه في البقسماط بعدين بيض بعدين بقسماط تاني عشان تمسك. انت ده لو عايز طبقه سميكه، هو انت اللي قصدك عليه ان هو مش بقسماط وبيض، هو دقيق وبيض وبقسماط. بيض وبعدين بقسماط. ممكن تعمل كده للي خايفين تفصل، لكن انا يعني الطريقه اللي بقول لك عليها دي ان انت تحطه في البيض والبقسماط وتضغط بكف ايدك عليه الاثنين، تسيبه يرتاح في الثلاجه نص ساعه، هيطلع ليه كفر حلو قوي ومش هيتفتح خالص. لكن اللي حابب يحط بيض ويحط دقيق وبيض وبقسماط عادي مفيش مشكله يحط. طب نرجع تاني بقى للحشوات التشيكن رول. الحشوات بقى انت ممكن زي ما بقول لك بقدونس مفروم مع جبنه مع زيتون اخضر، ممكن بسطرمه مع جبنه رومي مثلا، بس نراعي بقى واحنا بنتبل ما نحطش ملح كتير لان البسطرمه حادقه والرومي حادقه. ممكن نحط بدل الجبنه رومي جبنه تشيدر مثلا بيبقى حلو قوي، او جبنه موزاريلا بيبقى حلوه. ممكن نستخدم مثلا اجبان جبن، بس مش لازم نحط بسطرمه، ممكن نستخدم هوت دوج برضو. كل دي افكار اي حشوه احنا حابين. بس الهوت دوج لازم ابقى مسوياه قبل ما احطه. طبعا لازم يستوي، لان انت اصلا انت هتسوي بس الرول، هيبقى مش لازم ياخد تشويحه في النار الاول. بس تمام. طيب في برضو ناس تانية بتعملها بالفراخ المفرومة، يعني ممكن اعمل زي كفتة وتتعمل برضو بحشيها برضو نفس الفكرة وبتتلف وتتقطع برضو بالظبط. فدي تتبيلتها بتفرق عن الفراخ العادية. بس هي يعني انت التشيكن رول ده تتبيلته بتبقى مش زي لو هتعملي البانيه مثلا. البانيه لا بتبقى التتبيلة بتبقى مهمة شوية، لكن الرول ده بيبقى فكرة كلها في الحشو. انتي التتبيله الاساسيه اللي هو الملح وفلفل وبهارات، لو كان سنه ليمون طبعا، والحشو بقى في التشيكن رول ده هو الاساس، غير البانيه هو اللي بيبقى التركيز على. لكن مش بحتاج ان انا احط معاها بصل مثلا؟ لا حاجات خالص، زي كده. لا خالص، ممكن اكتفي بالبصل الباودر والثوم الباودر بس. ونلو يعني ممكن برضه انا بقول لك التتبيله البسيطه اللي هي الاساسيه، لانه بيبقى الطعم كله في الحشوه. انا بتكلم بس عشان الزفاره بتاعه الفراخ. لا بس هو طبعا انت بتبقي غسلاه كويس، بتتغسل الاول طبعا بالدقيق وبالليمون. الخل بس مبيبقاش كتير عشان اصل الخل ده بيهري اللحمه اصلا. فعشان ما يهريش وبيخلي البانيه لونه بيتغير شويه لو احنا كترنا. هو عشان بيهري اللحمه بيبيض شويه، يعني تحس ان هو بياكل في الانسجه بتاعته. طب بترجحي نغسلها بايه علشان بالدقيق ومعانا والدقيق والملح وليمون، ولو خل بس كده نشطفه بيها، لكن ما نقعدش ننقع بقى بالخل وبتاع، لا. لكن هو الدقيق والليمون والملح. طيب البانيه اللي هو بقسماط وبيض والكلام ده لو شلناه في الفريزر بيقعد وقت قد ايه؟ بيقعد زي ما انت عايز، يعني مفيش اي مشكله بعد ما طلعه زي اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت عادي جدا. بس انت مثلا اما تيجي ترص اول طبقه في الطبق بتاعك الفويل او الطبق الفله او كده، قبل ما تحط الطبقه الثانيه تحط حاجه فاصل بينهم. يعني تحط كيس بلاستيك وتحط الطبقه الثانيه، وكيس بلاستيك وتحط الطبقه الثالثه، وتلفهم بستريتش زي الجاهز. احنا بنشوف دلوقتي بيبيعوا الحاجات دي بتبقى جاهزه، لكن هو بس بتبقى لازم فاصل بينهم، عشان لو حطيتهم فوق بعض الطبقتين هيمسكوا في بعض، البقسماط هيمسكوا في بعض، فهتيجي تشيل اول واحده فهتلاقي الدنيا بقت صعبه خالص. فالاحسن ان علشان حتى كمان لو هاخد منهم على قد الاستخدام وارجع، ما ينفعش طبعا ان هو يفك مني وارجع افرزه تاني في الفريزر. لا ما هتلاقي الطبقه بقى عجنت شويه، لان بتبقى طبعا فيها تلج، ومش صحي كمان ان انا افك تجميد وارجع تاني. طبعا. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني عشان احنا طولنا قوي على المستمعين. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع الشيف آلاء الجبالي. ناكل هم عصافير مرمينا بنقول تو عايزين ناكل هم عايزين ناكل هم عيب يا جماعة ما تفضحوناش، ولا عشان ما هو أكل بلاش جاي أوان ضربنا مجاش. ابقوا قولولي أعوذ بالله قال كتير ولا رمرمناش. أنا شامم ريحة خل وتوم، وأنا متهيألي ده شهر الصوم، وأنا ليه مش فاهم ضعت يا وام مع إني واكل من كام يوم. عايزين ناكل هم انتوا أنستوا وشرفتوا
وصلتونا سعداء جدا لما جيتونا شرفتونا جوعتونا نورتونا جوعتونا حبيتنا ولا زيتونا او سردينا معاها ليمونه. نو 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 قول بيف او تونه. عايزين ناكل هم 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 عايزين ناكل هم هم هم. حذر فزر طبخين ايه محشي كرنب يا روحي عليه فيه فيتامين. ايوه امال ايه فيتامين ايه؟ ألف وب وت وف ورز كمان عارفه عشان نتربي عليه. لا 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 عايزين كباب وخضار سوتيه. أما الحلو مرون جلاسيه. عايزين ناكل كفتة وضرب عصافير بطني في حالة حرب متهيأ لي هناكل ضرب. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ولسه مكملين جريمة أكل مع أروى عصام وأكرم المصري على راديو البوابة. لسه مكملين معاكم في برنامج جريمة أكل، ولسه معاكم أكرم المصري وأروى عصام. انسى اسمي بقى، انسى اسمي. يعني مش متعود يا جماعة ان يكون معايا أروى. لسه منورانا أروى عصام. مستنياه من أول حلقة يغلط ويقول آدم ويقول إن هو أكرم لوحده وينسى إن أنا موجودة، بس ما عملهاش لغاية دلوقتي. وطبعا مهندس الصوت محمد الكاشف، ولسه منورانا الشيف آلاء الجبالي اللي يعني أنا شخصيا مستمتع معاها جدا جدا. وبعدين مستنيين الفطار، بعدين مستنيين الفطار. موجوع جدا. طيب هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا في الفاصل اللي فات عن البانيه والتشيكن رول، فعايزين بقى نروح للحوم بقى. الاسكالوب بانيه. الاسكالوب دايما بيبقى فيه اختلاف بينه وبين بتاع المطعم. ايه الفكره في بتاع المطعم؟ انه دايما بيبقى لونه فاتح وبيبقى طري مستوي حلو قوي من جوه، الطبقه اللي بره ما تبقاش واقعه. لكن دايما بتاع البيت لازم بتلاقيه بينشف مننا والطبقه بتقع اللي بره، ولازم بيبقى لونه غامق عن بتاع المطعم. فايه التكه اللي بتخلي بتاع المطعم مختلف؟ بصي هقولك على حاجه. اولا طبعا هو انت بتقولي لو بيبقى طري وبتاع، هم طبعا هم بيتبلوا، يعني بتبقى اصلا اوريدي الاسكالوب عندهم متبل، مش هيقعدوا كل اكله يتبلوا. فمجرد انت ما الاكله تتبليها فتره، طبعا ده بيطري اللحمه نفسها جدا. خلاص. الغلطه اللي احنا بنعملها في البيت ان احنا لما بنجيب الاسكالوب بتاعنا بندقه جامد قوي فبيرفع مننا، بيبقى رفيع فبينشف، ده اللي بيخليه ينشف. وحتى تلاقيه وهو على النار الاطراف بتاعته طلعت لفوق كده، كشت وكش وبقى غريب، بنقعد ندق فيه بنبقى رقيق، فبيبقى هو ده اللي بيخليه ينشف. لازم يبقى فيه سميك، وهو كده كده هيستوي، يعني ما نبقاش قلقانين ان هو لا هيبقى سميك، هو اصلا لحمته بتبقى رقيقه جدا وسهله في السوا، فنبقى ما نقعدش بقى نعمل فيه جامد قوي ونبقى خايفين وبتاع، لا خلاص. التتبيله برضو زي ما بقولك يعني بتبقى حلوه قوي لو احنا تبلنا الاسكالوب مثلا وخليناه في التلاجة ليله، بيبقى حلو قوي، هتطلع اللحمه طبعا شارب التتبيله حلو جدا. الطبقه بقى علشان ما تقعش زي البانيه بالظبط، ممكن نستخدم الدقيق، عشان برضو لو خايفين نستخدم دقيق وبيض وبقسماط. وممكن لو عايزين الغلاف بتاعه يبقى سميك نحطه في الدقيق وبيض وبقسماط، وبعد كده بيض وبقسماط تاني. يعني نحطه دقيق وبيض وبقسماط، وبعد خلاص كده في ناس بتستكفي بالخطوه دي وتقلي على طول. احنا حابين بقى الغلاف بتاعه يبقى سميك شويه، نكرر تاني ونحط في البيض والبقسماط مره تانية، هيطلع غلاف حلو قوي زي بتاع بره بالظبط. طب التتبيله اللي تخليه يبقى طري وطعمه حلو كده ممكن تبقى ايه؟ بصي يا ستي، هتجيبي البصل بتاعك هتفرميه كويس قوي
خلاص. هتحطي عليه ملح، فلفل، بهارات، معلقه صويا صوص. بس طبعا نخلي بالنا من الملح لان الصويا صوص نفسها حادقه، فنخلي بالنا من الملح. ومعلقه صغيره من الكاتشب. خلاص تقلبيهم مع بعض، تسيبيهم ربع ساعه مع البصل. بعد كده تجيبي البصل ده وتعصريه جامد قوي، تحطيه في مصفى وتضغطي عليه بحيث ينزل الميه بتاعته. خلاص ده هنركن بقى البصل ده على جنب، ده اللي هو اسمه تفل البصل. خلاص الميه بقى اللي نازله منه ده نتبل بيه الاسكالوب، هي دي تتبيله الاسكالوب بتاعنا. طبعا التفل ده بقى، تفل البصل ده ما يترميش، احنا ده ممكن نشيله في الفريزر، ده بنستخدمه في كفته الحاتي. كفته الحاتي دي اما بنيجي نتبلها، لو حطينا البصل زي ما هو الميه بتاع البصل بتفكه، يعني الميه دي بتخلي الكفته تفك مننا، فاحنا بنستخدم بس تفل البصل في الكفته. كفته الحاتي بنستخدم التفل بس. اما الميه بتاعه البصل دي واحنا بنشكل الكفته على الاسياخ، نبل ايدينا بالميه واحنا بنشكل، بحيث التتبيله نفسها يعني تيجي على الكفته واحنا بنتبله بايدينا يعني. طب هي كفته الحياتي هل غير التفل البصل ممكن كمان نحط لها ايه علشان تطلع معانا زي بتاعت بره وما تكشش؟ بصي، هي اولا لازم تتفرم كويس جدا، ولازم اللحمه نفسها تبقى حلوه. خلاص بيبقى فيها نسبه دهون طبعا، لازم فيها 20% بس مش اكتر من كده عشان ما تقعدش تكش مننا. هي بتخليها تكش عشان احنا بنبقى حاطين فيها دهون كتير، فالدهون بتكش، هي اللي بتخليها تكش. بيبقى مثلا فيها 20% دهون. خلاص فيها التفل البصل من غير الميه، وبيبقى متبل عليه ملح، فلفل اسود، بهارات، جوز الطيب، سنه قرفه، ممكن نحط بقدونس مفروم، نقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده نجيب الاسياخ بتاعت، لو مش عندنا اسياخ ممكن نستخدم الاعواد الخشبيه بتاعت الشيش طاووق عادي جدا. مش عندنا ممكن العصايه الخشب اللي بنشتغل بيها نشكل عليها الكفته، واحنا بنشكل ننزل ايدينا في الميه بتاعت التتبيله واحنا بنشكل. خلاص ممكن احنا نسويها على الجريل فوق البوتاجاز، مش عندنا جريل مش مشكله، في صينيه في البوتاجاز وبس نقلبها كل شويه عشان ما تتلسعش مننا تحت. ممكن بقى برضو زياده كده حته فحم على النار، وبعد ما تستوي نحطها في الصينيه ونرش عليها شويه زيت ونغطيها بفويل بحيث الريحه تبقى ريحتها زي ريحه كفته الحياتي. تمام. طيب من ضمن المشويات اللي الشعب المصري كله بيحبها الفراخ المشويه والشيش طاووق. خلينا في الاول نتكلم عن الفراخ المشويه. ناس كتير بتختلف بقى التتبيله بتاعتها من يعني حد للتاني. في ناس يقولوا لا لازم تخلي التتبيله بتاعتها تبات يوم كامل، يعني لو هنعملها تاني يوم لا نخليها يوم كامل في الثلاجه. ناس بيحطوا زبادي في التتبيله، ناس لا. فقولي لنا برضو التتبيله الصح اللي هي تبقى زي المحلات او المطاعم اللي احنا بناكل فيها. هي الفراخ المشويه دي ليها كذا تتبيله، يعني مش تتبيله واحده بس، ليها كذا. في ناس بيحشوها كمان، الفراخ المحشيه الفراخ المحشيه غير الفراخ المشويه. لا في ناس بيحشوا الفراخ المشويه، انا اقصد على الفراخ المشويه بيحشوها، بيحطوا جواها الكبد والقوانص ومش عارف ايه وحاجات جوه كده ويشوها. بس الشكل انا شفتها في مطاعم. بس الشكل التقليدي اللي هي بيبقى حلو برضه. بتبقى العاديه. هي الفراخ مش بيبقى ليها كذا تتبيله. التتبيله المعتاده اللي هي بتاعه المطاعم بتبقى بصل مفروم وعليه ملح، فلفل، بودره بصل، بودره طماطم، عصير طماطم، دي الزياده. طبعا بتبقى اي حاجه هتتبلها بتبقى حلوه قوي لو سبتها ليله في التلاجة. بتفرق خالص عن لو اولا اللحمه نفسها بتطرى معاك، بتستوي بسرعه، يعني مش بتاخر في السوا لان اصلا بتبقى خلاص شربت من التتبيله. تمام. لو مستعجل قوي اقل حاجه بقى 4-5 ساعات، بس ده اقل حاجه. لكن انا بفضل طبعا ان هي بنبيتها في التلاجة ليله، بندخلها الفرن، بيبقى فرن سخن. اول ربع ساعه بتبقى نار، بنخلي الفرن اعلى حاجه، وبعد كده بننزلها شويه، بتبقى على درجه 200 حسب حجم الفرخه بقى. لو كبيره شويه بتقعد ساعه، لو مش يعني لو وسط بتبقى ساعه الا ربع، يعني حسب الحجم الفرخه نفسها. في تتبيله تانية بالزبادي برضو زي ما انت قلت، بيبقى بيحطوا زبادي مع التتبيله، بتبقى حلوه قوي برضو. زبادي مع يحطوا برضو معاه معلقتين من صلصه الطماطم وبودره بصل وتوم باودر برضو، ده بيسيبوها في التتبيله برضو، بيبقى تدي طعم تاني مختلف غير التتبيله العاديه. طبعا الاحلى فيهم والله بص هم من راي الشيف الاء بقى. انا بحب اللي فيها الزبادي والطماطم، انا دي بحبها. بحب التتبيله عن التانية دي عاديه، بحس انها تقليديه اللي هي العاديه. لكن انا بحب التتبيله التانية اللي هي بتبقى زبادي وتوم مفروم وبصل بودره وتوم بودره وصلصه وملح وفلفل طبعا.
تمام. الشيش طاووق بقى ان الناس كتير قوي بتحاول تعمله في البيت ما بيطلعش منها مظبوط. تمام. الشيش طاووق دي فيه شبه من التتبيله اللي انا بقولها لك، اللي هي بحب، اللي هي انا دي بستخدمها في تتبيلات كتير جدا، اللي هي زبادي، معلقتين من الزبادي، معلقتين من الصلصه، معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والبهارات والخل وليمون، تتبل بيها الشيش طاووق كويس قوي. برضو حلو ان انت تسيبه في التلاجة، وممكن تستخدم، هو طبعا انا بفضل في الشيش طاووق الاوراق مش الصدور. في ناس بتعمله صدور. بس طبعا هو الألذ كتير وبيستوي بسرعه. الاوراق بيبقى ليها طعم مختلف خالص، لكن مش عندنا نستخدم صدور مش مشكله، بس بتفرق في الطعم بصراحه. الاوراق بتبقى احلى. بتقطعها طبعا، يا اما بتجيبها مخليه، لو هتعرف تكليها مش مشكله، تكليها في البيت مش بتعرف تجيبها مخليه عادي، تقطعها وبعد كده تحطها في التتبيله ليله، وبعد كده تطلعها من التلاجة تاني يوم وتحطها في الاسياخ او اللي هو الاعواد الخشبيه. وممكن ان انت تحفظها في الفريزر بالتتبيله بالاعواد الخشبيه في طبق الفويل بتاعك او الفل، وتلفها بالستريتش وتشيلها لغايه اليوم اللي انت هتستخدمها فيها. واما لو مش عايز كده، ان انت عادي تشويها على طول على الجريل او في الفرن بس. لو في ناس بيعملوها في الميكروويف، هل ده صحي لا ولا لا؟ ما بحبش. لا فده مش صحي. لا الميكرويف لا ما بحبش. لا السوا فيه طبعا لا مش صح خالص طبعا. هو سهل يعني، هي مش بيستسهلوا ان هم يقولوا طب ما في الميكرويف هتطلع حلوه برضو وكل ده يعني بيسووها في الميكرويف. هي ما في ناس بتستخدم الميكرويف في السوا، لكن طبعا الاصح لا، ما بحبش خالص السوا في الميكرويف، لا مش صح. طيب هو انا دلوقتي لو شلت الفراخ المشويه متبله يعني، او الفراخ اللي هتتشوي متبله بالتتبيله بتاعتها في الفريزر، البصل طعمه مش هيتغير، التتبيله طعمها مش هيتغير من وجودها في الفريزر؟ لا خالص مش هتتغير. اصل انت هتشيليها في الفريزر، مش في التلاجة يعني. في التلاجة البصل بيبقى اما بيبقى كتير قوي لا بيعمل ريحه وطعم مش حلوين، لكن طالما في الفريزر عادي جدا بتشيلي اي حاجه متبله في الفريزر مش بيحصل لها بتتبيلتها عادي جدا. خالص. ومش يعني لما الحاجه بتطلع من الفريزر متهيألي بتاخد سوا اقل، صح؟ طبعا، لان هو بيبقى اللحمه يعني شربت من التتبيله فطريت اللحمه طريت معانا بس. طيب احنا ممكن نطلع فاصل صغير اكيد طبعا، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع الشيف آلاء. استنونا بعد الفاصل. راديو البوابة بيفكر فيك، مهتم بكل اللي يفيدك واللي يسليك. راديو البوابة كل المجالات، وفريق من أجمد مذيعين وأجمد مذيعات. إعلام بيقدم معلوم بطريقة بسيطة ومفهوم، على إيد متخصص متأسس، دكتور ومحامي ومهندس. هتزود وزنك هتخسس، وطريقة عمل الملوخية والتقلية. راديو البوابة هتعيش وياه الدوري المصري بالشكل اللي بتتمناه. راديو البوابة اجتماعيات، والكل الأسرة المصرية والمجتمعات. راديو من سنك من جيلك، بيقرب منك ويجيلك، بيحس بمودك طول يومك، طول ما انت معاه يرمي همومك، ومزاجك هيظبطهولك بأغاني وسهرات فنية. ايه رأيكوا بقى في الأغنية؟ راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. رمضان يعني عزومات الفطار مع القرايب والصحاب اللي بنشوفهم كل فين وفين، يعني ماتش البلاي ستيشن قبل السحور، الشوارع الواقفة بسبب زحمة الناس وقت الصلاة، قمر الدين وبلح الشام والقطايف. رمضان هو أكتر شهر بيقربنا من بعضنا وبنقرب فيه من ربنا.
رمضان حياة، عيشوا رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ولسه مكملين جريمة أكل مع أروى عصام وأكرم المصري على راديو البوابة. لسه مكملين معاكم في برنامج جريمة أكل، ولسه منورانا الشيف آلاء الجبالي، وأكيد معاكم أكرم المصري، ويعني ممكن ما نقولش ولا نقول لا اله الا الله وأروى عصام ومهندس الصوت محمد الكاشف. بص حتى اسمي نور البرنامج ما شاء الله، يعني مش معقول كده. يلا. طبعا يعني حرام الشيف الكذب في آلاء رمضان على فكرة. طبعا الشيف آلاء اكيد اسمك منور البرنامج اكيد، لكن اسمي برضو يعني انت عايز تلغي اسمي من البرنامج؟ معلش لا لا نتكلم في ايه؟ نكمل كلامنا. طيب احنا كنا بنتكلم الفصل اللي فات عن المشويات او الفراخ المشويه والكفته والشيش طاووق، وازاي نقدر ان احنا نشيلهم في الفريزر ونستفيد منهم بعد كده وهم متبلين. طيب في بقى اكلات يعني سمعنا الفترة اللي فاتت ان ممكن ان احنا نعملها ونشيلها في الفريزر زي المحشي، فهل المحشي ممكن يتعمل ويتشال في الفريزر ونطلعه كده بالطبق يتحط على طول في الحلة ونسويه؟ لا بصي انا هقولك انا مش من مؤيدي بصراحه ان انا اعمل المحشي واشيله في الفريزر ابدا، لسببين. اولا انت هتلاقي الرز بتاعك اتكسر، الرزايه نفسها اتكسرت ده بتشال في الفريزر، والورق المحشي نفسه اللي هو الكرنب او الكرنب بالاخص، او لو بدنجان بقى او فلفل او كده هيشد معاكي، هيبقى عارفه اللي هو المجلد يعني مش هيبقى خصوصا البدنجان كمان بيجلد جامد جامد قوي، والكرنب كمان، وكمان الرز بيتكسر. طب ليه؟ وهو المحشي على فكره مش صعب يعني، هي الفكره في الخضره بتاعتك. الخضره على فكره انت ممكن تبقي مجهزاها، يعني انت ممكن تجيبي الخضره بتاعتك تقطعيها تفرميها عادي زي ما بتعمليها وتقسميها في اكياس حسب حجم الطبخه اللي انت هتعمليها، بس تطلعيها في نفس اليوم اللي هتعمليها فيها، تطلعيها مع التسبيكه وخلاص على كده ونحشي. لكن انا وممكن التسبيكه كمان تتعمل وتتشال في الفريزر، وممكن برضو بتقسميها في اكياس زي الخضره بالظبط، كل كيس خضره وجنبيه الكيس بتاعه في الفريزر عادي قوي، بس هيبقى فاضل لك بس حشو المحشي كده وخلاص. لكن ما بحبش، لا ما بيبقى مش حلو لو شلناه في الفريزر، بيبقى مش حلو. طب انتي بتحبي فكره المحشي الخضار اللي بيبقى متنضف وجاهز على ان احنا نحشيه على طول ده ولا لا؟ بصي هو ده بيبقى حلو لو حد بيشتغل وما عندوش وقت، لكن لو حد قاعد فاضي طب ما انا اسلي وقتي، دي متعتي، اقعد بقى اشتغل يعني واقفه في المطبخ دي. والناس اللي ما بتعرفش تقور بقى الحاجات دي لا في ناس ما بيعرفوش يقوروا عادي، لا والله ما حدش بيعرف يقور، خلاص يجيب جاهز مش مشكله يعني. طب ما فيش اي فكره من ان انا اجهز الخضار برضو وابقى شايلاه وبعد كده يبقى على ان احنا نحشيه على طول، ولا ده برضو بصي انت ممكن، لا هو انت ممكن تعملي كده في الكوسه. الكوسه الحاجه اللي ممكن تجهزيها وتلفيها بالستريتش، بس اهم حاجه كل حاجه تبقي مكيساها كويس قوي عشان ما يدخلش هوا فيها. لكن البدنجان طبعا ما ينفعش يعني، طبعا لونه بيسود ما ينفعش، الباقي لا كله لا ما ينفعش، ان انت دي بس الحاجه الوحيده اللي ممكن الكوسه هي الوحيده اللي ممكن نعمل فيها كده. طب حاجه بقى اكرم بيحبها جدا بقى يعني معشوقة أكرم ايه بقى؟ المكرونة بالبشاميل. هم حاجتين الصراحة كمان، مكرونة بالبشاميل والنجريسكو، يعني الاثنين دول بالنسبة لي لو كلتهم كل يوم فأنا يعني مش هزهق الصراحة. يعني كل الناس بتفطر العادي على بلح ولبن او بلح وخشاف والحاجات دي، هو بيفطر مكرونه بشاميل. ماشي نفطر عليهم وبعدين ناكل مكرونه بشاميل عادي. ايه المشكله؟ ده مش عائق. مش هيسبب بعد كده يقول لنا ممكن تجيبوا يا جماعه صينيه المكرونه عشان ما لقيتش استطعمها في الفطار وياكل منها في السحور. في مشكله بقى بيقع فيها اغلب ستات البيت بقى كلنا يعني، ان البشاميل بيبقى تخين قوي وتقيل، تحس ان احنا ممكن نتخانق بيه ولا حاجه يعني، لو دخلنا خناقه ممكن نحدفه بالبشاميل. هيخبطك هيعورك. هعورك بالبشاميل اللي عاملينه في البيت عندي. فازاي نعمل البشاميل اللي هو السايح ده والخفيف، وكمان النجريسكو ممكن نقولها بعد كده بطريقه عشان بحبه جدا. هي الفكره في البشاميل ان هو الناس بتحط بيض يعني. ليه بتحطوا بيض في البشاميل؟ بيبقى مش اولا لونه بيصفر، بيغير لونه، وبيبقى زي ما انت بتقول ان هو بيبقى ماسك نفسه، مش سايق يعني، مش بيبقى ناعم يعني، مش بيبقى كريمي. احنا من غير بيض خالص يعني، نعمله عادي قوي بس وهو على النار، ما نقعدش نقلب فيه بقى لغايه ما يتقل معانا يبقى تقيل، لا
يبقى عامل سمكه زي سمك المهلبيه بالظبط، يبقى خفيف وما نخافش بقى نقول لا لحسن ده ما يستويش في الفرن ولا هيبقى سايح قوي، لا خالص. اوقات لو البشاميل خفيف ممكن تلاقيه بيسقط كده من على المكرونه. بس لا، ما انت بتبقي عامله مقداره قد مقدار الصينيه، فتبقي عامله حسابك هو هيجي على الصينيه ولا لا. لكن هو برده مش خفيف اللي هو يبقى عامل زي الميه يعني، لا ده هو زي المهلبيه بالظبط، اتقل من المهلبيه بحاجه بسيطه قوي، لكن ما يبقاش تقيل. يعني اللي بيخليه ان هو ناشف قوي وتقطعي الحته تبقى حته بحد ذاتها في الطبق ماليه الطبق كده، ان انت بنقعد نسيبه على النار ونقعد نقلب فيه لغايه ما يبقى سمكه تقيل قوي. الدقيق هو الدقيق اللي بيتقله، لا احنا ما نوصلوش للدرجه دي، هي بس تقلبتين كده اول ما هيبدا. هو المفروض قد ايه دقيق؟ عشان في ناس الدقيق بيحطوا كميات غريبه يعني. هي الدقيق قد الزبده، يعني هتحط مثلا 3 معالق زبده يبقى تستخدم 3 معالق دقيق، 4 معالق زبده على 4 معالق دقيق على 4 كوبايات لبن مثلا او 5 كوبايات لبن خلاص. وعليه طبعا الملح وفلفل ابيض وسنه قرفه دي بتدي طعم فظيع في البشاميل. انا بحط له بودره ثوم وبحط له ملح وبحط فلفل ابيض وبحط له جبنه كريمي وبحط في له ناس بتحط جبنه كريمي في كريمه طبخ او كريمه لباني، بحط له كله زبده بقى. بشاميل ده غالي قوي جدا. بس لا ما بندوقش احنا الحاجات دي خالص، عماله تحكي عن ولا بدوق اي حاجه. اجيب لك ليه انا ماشي. المهم في البيت يعني بسالهم في البيت عندك ايه الاخبار. لكن القرفه بجد دي بتدي طعم حلو قوي في البشاميل. طب في ناس بتقول عشان البشاميل يبقى سايح هزود لبن، ده معلومه غلط؟ لا انت اصل انت هتزود لبن دي، ما انا بقول لك على حسب على حسب الدقيق والزبده اللي انت هتستخدمهم. انت هتزود لبن، ما هو ممكن يبقى سايل منك بقى، هيبقى سايل بقى ميه، لا ما ينفعش. فهو انت الفكره في سمكه وهو على النار، يعني هو بالممارسه انت هتعرف السمك ده مناسب لا مش مناسب. لكن اهم حاجه ما نسيبوش تقيل قوي قوي لغايه ما يتقل يبقى تقيل معانا، بحيث ان احنا نحطه في الصينيه بنقعد بقى نفرده بالمعلقه تقيل لدرجه ان احنا نقعد نوزعه بالمعلقه، هو ده اللي بيخليه مش حلو. لا يبقى سايح خالص كده بيفرق في الطعم. طب وش الصينيه بقى يعني هندهنها بيض ولا نحط عليها بشاميل؟ لا مش لازم بيض خالص. سوري، نحط عليها جبنه موتزاريلا مثلا او حاجه زي كده تبقى طعمها ممكن جبنه موتزاريلا، ممكن بشر جبنه رومي مع جبنه تشيدر مثلا بيبقى حلو، ممكن جبنه كريمي، ممكن قشطه بتدي لون حلو قوي، ممكن كريمه، ممكن مثلا في برضو بيبقى سمنه سايحه وتحطيها على الوش بتدي لون ذهبي او تحفه. زبده مثلا او زبده، بس هي الزبده بتتحرق بسرعه عن السمنه، يعني الزبده بتتحرق، فهو السمنه هو بيستحمل الحراره يعني، بس بتدي لون حلو قوي، كميه دهون مش طبيعيه فظيعه. النجريسكو بقى عشان ده يعني مسك الختام بقى في الحلقه دي. النجريسكو عشان انا بحبه جدا، ازاي نعمله؟ النجريسكو هو يعتبر اصلا هو المكرونه بالبشاميل نفس البشاميل بالظبط، بس هي الفكره في الحشوه اللي في النص الفراخ دي بقى بتتبل بقى، هي الفكره نفسها في التتبيله، يعني نفس البشاميل هو بشاميل وهي المكرونه بالظبط، بس الفكره في الحشوه اللي في النص. انت الصدور هتجيبها هتقطعها زي الشرايح طولي كده زي شاورمة الفراخ، وتتبلها بملح وفلفل بودرة بصل وبودرة ثوم وتقلبهم مع بعض، وتجيب طاسة هتحط فيها تبقى طاسة سخنة، تنزل بالفراخ وتقلبهم مع بعض، وتروح بعد كده نازل بالفلفل اخضر وبصل وفلفل اصفر او احمر حسب ما انت عايز، تقلبهم مع بعض وهتبقى هي دي الحشوة اللي عندك. بس ما سويش الفراخ قوي عشان هتستوي تاني مع او سويها، اصل هي انت الفكرة انت هيبقى اللي عندك مش مستوي. البشاميل ما بياخدش حاجة، انت بتبقى المكرونة عندك مستوية والفراخ مستوية، لكن البشاميل هو بس ما بياخدش، يعني هو تلت ساعة قوي بيستوي على طول. وعلى الوش اكيد جبنه موتزاريلا، هي حابب بقى جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر، جبنه رومي، براحتك. توفيرا للوقت على ست البيت، هل ممكن ان المكرونه بالبشاميل تتشال في الفريزر ولا ممكن نعملها عادي؟ طعمها ما يتغيرش لا ولا خالص؟ لا ما يتغيرش، بس ما نسيبهاش كتير برضه، يعني بقى ما نقولش بقى احنا براحتنا بقى نسيبها بقى شهر، لا برضه يعني كل حاجه وليها حد. ممكن يعني نعملها عادي خالص ونحط صوص البشاميل والكوسه بالبشاميل برضو عادي على فكره برضو، ونشيلهم في الفريزر عادي قوي، بس يبقوا متغلفين كويس. انا اعرف انه المكرونات عموما لما بتتعمل وتتحط في التلاجة قبل ما تدخل الفرن، يعني تسيبيها مثلا ليله بتبقى طعمها احلى لما بتتحط في الفرن. فانا واحده من الناس بحب دايما اعمل صينيه المكرونه اجهزها قبلها بيوم، ممكن تعمليها من بالليل وتطلعيها. بتبقى طعمها بتوفر وقت كمان فظيع يعني. خلاص والمكرونه كمان نفسها بتشرب من الصوص بتاع البشاميل اكتر. بالظبط. طب في حاجه بقى يعني ناس كتير عملوها انا ما بحبهاش، ان هم بيعملوا المكرونه
المكرونه البشاميل او النجريسكو مكرونه اللي هو السباكيتي بدل البنه، فدي انا ما بحبهاش خالص. فانت بترجحي ده ولا اصل هو الشكل المعتاد اللي هو البنه العاديه. في ناس بتحب السباكيتي بتبقى عاديه يعني ما بحسهاش الصراحه. والله بصي هي اذواق برضو يعني. في ناس بتحبها عن يعني انا مثلا خلاص حبيت اعمل وما لقيتش عندي البنه خلاص لا هتصرف يعني. هي اكيد اللي اخترع السباكيتي اكيد حصل له الموقف في الاخر مكرونه بديل يعني. بس لو عندكم بنه هي المكرونه هي طبعا الاساس يعني. هو الشكل ده بيفرق. طبعا انا ناس بقى كمان بيقعدوا يرصوا المكرونه مكرونايه بالهم. وعايزه اقول حاجه برضو، واحنا بنعمل مكرونه بالبشاميل ما نحطش كتير يعني. هي طبقه واحده بمعنى طبقه واحده في الطبقه الاولى. ما نحطش بقى شويه بقى مكرونه كتيره بقى طبقتين 3 فوق بعض ونروح حاطين اللحمه المفرومه وشويه مكرونه فوق كتار. لا هي تكفي طبقه مكرونه واحده قوي مرصوصه جنب بعض كده زي ما قلتي، وعليها المكرونه بالبشاميل وعليها الطبقه برضو تانية فوق كده طبقه رقيقه حلوه كده علشان ما تبقاش القطعه ملكمده ويبقى شكلها برضو مش عاطفي يعني. طبعا يعني احنا بنشكرك على الحلقه الجميله والدسمه دي النهارده، واكيد برضو هتنورينا تاني حلقه تانية باذن الله خاصه بالحلويات بقى. يعني لازم بقى نتكلم عن الحلويات بقى الحلقه الجايه. اكيد هتبقي مجهزه لنا وصفات جديده باذن الله وهنحاول برضو ان احنا على قد ما نقدر نخف شويه الميزانيه ونعمل حاجات حلوه في البيت تبقى زي بتاعه المطاعم وزي بتاعه بره، وفي نفس الوقت تبقى تكلفتها اقل. طبعا بنشكرك جدا الشيف آلاء الجبالي، كنتي منورانا النهارده في راديو البوابه. وبشكرك يا اكرم على الحلقه الجميله، وبنشكر طبعا مهندسنا الجميل محمد الكاشف من على الميكسر. شكرا لكل اللي كانوا بيسمعونا النهارده، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم جريمه اكل.